ازيكم عاملين يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده سؤال نتكلم عن عنصر الإرادة الذاتية للمنظمة الدولية. يعني ايه عنصر الإرادة الذاتية؟ يعني المنظمة الدولية دي لها إرادة مستقلة عن الدول الأعضاء، يعني القرارات اللي طالعة منها بتمثل المنظمة نفسها، ما بتمثلش الدول الأعضاء. تمام؟ طيب لما بتيجي المنظمة الدولية بتتعامل مع النظام القانوني أو منظمات تانية أو دول او نقدر نقول مثلا زي مثلا بتتعامل مع محكمة العدل الدولية، هي كمنظمة دولية وبتدي قرارات. المجتمع القانوني او المجتمع الدولي ما بيعترفش غير بقرارات المنظمة الدولية، ما بيعترفش بالقرارات اللي طالعة من الدول الاعضاء. لا، انا كبتعامل معاكي كمنظمة دولية يبقى القرارات اللي انت مطلعاها كمنظمة دولية دي لها ذاتية مستقلة بصرف النظر عن الدول الأعضاء بتقول إيه على انفراد. تمام؟ وده اللي بيخلي المنظمة الدولية مختلفة عن المؤتمرات. إزاي؟ المنظمة الدولية لها إرادة ذاتية مستقلة، أما المؤتمر ده يعني مجموعة دول اتفقوا مع بعض على حاجات بتلزمهم هم نفسهم، مش بتلزم حد غيرها. تمام؟ يعني ملهاش دعوة خالص. هي نقدر نقول المؤتمر ده ملوش ذاتية مستقلة، لا، أو إرادة ذاتية مستقلة. هي المؤتمر قراراته بتمثل الدول الأعضاء اللي هم كانوا فيها. تمام؟ يعني دولة إيه قالت إيه، ده المؤتمر. أما المنظمة الدولية أنا ما يهمنيش اللي حصل، رأي الأعضاء جوه إيه، أنا اللي يهمني القرار اللي طلع من المنظمة الدولية هو ده اللي أنا هننفذه. تمام؟ طب الإرادة الذاتية دي بتبان إيه؟ بتبان إمتى؟ بتبان لما تكون مجموعة الدول الأعضاء مثلا في المنظمة الدولية دي عاملة اجتماع، الاجتماع ده طلع قرارات سواء بقى بالأغلبية أو بالإجماع، طلعتها. القرار اللي طلع ده بالأغلبية أو الإجماع من الدول الأعضاء خلاص طلع ليه المنظمة الدولية هي اللي بتتكلم باسم الأعضاء دول. تمام؟ ده معناها الإرادة الذاتية المستقلة اللي هي بعيدة تماما عن الدول الأعضاء في المجتمع الدولي. يعني لما بيبقى في أي مشكلة أنا بشوف القرار اللي طالع من المنظمة الدولية إيه بصرف النظر عن اللي حصل بينهم كأعضاء إيه. تمام؟ هو سؤال بسيط كده، مجاله MCQ. أشوفكم على خير في السؤال اللي بعده إن شاء الله.